انا هقول لك صدمه دلوقتي ان انا اول سنه دي انا تقريبا ناجح فيها بالدرجه، يعني انا تقريبا منجحيني بالغلط. انا بصراحه شديده كنت اتمنى كهرباء، يعني انا لو باختياري انا كنت كاتب كهرباء رغبه اولى، يعني نفس المحتوى العلمي اللي بيتدرس في الام اي تي بيتدرس هنا في هندسه الزقازيق. النجاح بيبقى عباره عن قرار بتاخده في زوم معينه، انت قلقان فستيل انت خدت القرار ده، ستيل انت نجحت، ستيل انت ما خدتش القرار ده في فرصه كبيره جدا ضاعت من ايدك. وده اللي من خلاله جاب لي اول شغل انا نزلته في شركه مالتي ناشونال، واحده من افضل الشركات في مصر. نزلت اشتغلت فيها من خلال بوست على لينكد ان. تقديرك ما بيفرقش في سوق العمل، انت وانس انك دخلت سوق العمل محدش يعني من العبث اصلا ان حد يقول لك تقديرك كام. بس تقديرك ده هو سطر في السي في بتاعك. السطر في السي في ده خليه كويس. في برومو كود يديك خصم كام في المية؟ 60%. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده، والحلقه دي من الحلقات المميزه جدا على القناه، واللي انا مبسوط جدا وانا سعيد وانا بعملها، ودي من الحلقات النادره جدا انا مبسوط وسعيد وانا بعملها، لان النهارده معايا ضيف. اولا هو ضيف عزيز على قلبي، ثانيا هو ضيف هيديكوا من الخبرات من يعني على مستوى رحلته في الكليه هتفرق معاكم جدا، من نصائح كتير جدا. هو الاول على دفعته، والحمد لله السنه اللي احنا فيها دي هو تعين معيد. بجد معرفتي بيه على المستوى الشخصي فرقت جدا معايا، ومعرفتي بيه على المستوى الاكاديمي والتعليمي والكليه فرقت جدا جدا معايا، سواء بقى من النصائح اللي كان بيديها لي، من الكورسات اللي كنت باخدها معاه، من كل حاجه. بجد العلاقه الطرف المستفيد فيها انا اكتر ما هو مستفيد بمعرفتي بيه. معايا في الحلقه دي حد عزيز عليكم جدا وعزيز على طلبه ميكانيكا الزقازيق، ويعتبر معظم ميكانيكا الزقازيق في الجيل الحالي عارفه. ومعانا في الحلقه دي باشمهندس محمد هجرس. اهلا بيك معانا يا باشمهندس. اهلا وسهلا، ازيك؟ بص انا اعرفك قبل ما تبقى معيد، فانا ممكن اقول لك محمد في وسط الكلام، فالموضوع عادي. براحتك يا باشا. عرف نفسك للناس. انا محمد هجرس، اتخرجت من كليه هندسه قسم ميكانيكا جامعه الزقازيق اللي على دفعتي، وحاليا انا معيد بالكليه نفسها. انا عايز الحلقه دي تبقى ماشيه اكتر ان انت تتكلم فيها اكتر وتفيد الناس بخبراتك. انا مش هيبقى ليا دور قوي غير ان انا هبقى زي محاور معاك بس، والحلقه كلها هتبقى معاك. ادي الناس المعلومات والخبرات اللي تقدر تديها لهم، وان شاء الله تفرق الحلقه دي مع الناس جدا. ولو حد عنده اي رساله يسيبها لها في الكومنت، وهو الراجل ده هيرد عليكم بنفسه، انا مش هرد. بص كده، وقبل ما نبدا الحلقه لايك والشير والكومنت الجميل، وقول لنا رايك في الحلقه. اول سؤال واول نقطه او مرحله في حياتك عايزين نبدا بيها، الا وهي ثانويه عامه. انت جبت كام اصلا في ثانويه عامه؟ حلو. ثانويه عامه انا كنت جايب 98 وفكه كده. انت كنت النظام القديم اللي هو قبل كنت جايب 98 يعني مش فاكر، 98 و7 من 10 8 من 10 حاجه زي كده. كنت يعتبر من الاوائل على دفعتك. انا كنت الاول على الاداره، وكنت من مش فاكر اول 10 تقريبا على المحافظه، حاجه زي كده. كويس. كنت من اول تقريبا 200 واحد على الجمهوريه، لان انا فاكر كانت جات لي الانفيتيشن بتاعه الكليه الفنيه دي، كانت بتروح لاول تقريبا مش عارف 200 او 400 واحد على الجمهوريه، حاجه زي كده. تاني بوينت او تاني مرحله في حياتك هو انت دخلت كليه هندسه، لقيت ان جوه الكليه كلهم كانوا اول دفعاتهم، وكلهم كانوا ناس جايبين درجات كويسه. ازاي تعاملت وازاي تبقى مميز، او ازاي خلال ال5 سنين بقيت مميز وسط الناس اللي كلها حلوه دي؟ بص، الكليه بصراحه كليه هندسه واحده من ضمن الكليات اللي كتير مننا بيحلم بيها، يعني كانت هدف بصراحه يعني ليا ولناس كتير طبعا. ودخولها ما كانش بالسهل خالص، يعني واحده من ضمن السنين الصعبه اللي الواحد قضاها هي كانت ثالثه ثانوي، لان كانت سنه فعلا بجد الواحد يعني اجتهد فيها كتير عشان يوصل للكليه. فانت بتدخل بقى الكليه، بتدخل بحماس، بتدخل برهبه، بشويه مشاعر متضاربه كده، بتلاقي بقى الكليه بتاعتك، بتدخل بقى بتلاقي صدمه حرفيا. انت يعني اول سنه دي انا هقول لك صدمه دلوقتي ان انا اول سنه دي انا تقريبا ناجح فيها بالدرجه، يعني انا تقريبا منجحيني بالغلط. مقبول كله منجحني اللي هو يعني يلا عدوه عايزين نخلص. بجد يعني ليه بقى؟ لان سنه فعلا انا يعني ما كنتش مركز قوي مع الكليه بصراحه، لان انا كنت ماشي في مسار تاني، بس للاسف ما حصلش نصيب. بس ان باراليل بقى كانت الكليه شغاله وانت مش معاها اصلا، ولما دخلت متاخر. يعني انا افتكر اول مثلا يعني اسبوع التزم فيه في هندسه الزقازيق كان
قبل امتحانات فاينل الترم الاول بمثلا 3 اسابيع ولا حاجه. فانا يعني يعني الاسبوع ده كان اسبوع العملي اللي انا نزلته، ده كان اول اسبوع فعلا التزم فيه، كان اسبوع فعلا انا نازل بتعرف على يعني اماكن المحاضرات، بتعرف لسه على كل حاجه في الكليه، فما اعرفش اي حاجه في الكليه خالص ولا المواد حتى بتاعتها. فانت بقى الترم الاول بتاع هندسه ده يعتبر ضاع خالص خالص. يعني انت ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه، المواد انت يا دوبك يعني معدي فيها بالرأفه يعني بجد. فانت دخلت بقى الترم التاني عايز بقى تلتزم، تحاول تلم الدنيا عشان التقدير بتاعك، ولو ان شاء الله بتفكر تدخل قسم معين تقدر تجيب التقدير بتاعه وكده. ولكن جت بقى ايه؟ الكورونا. الكورونا جت وقفت الترم التاني خالص. طبعا احنا اعدادي هندسه بتاعت الزقازيق كانت تقريبا قبل دفعتكم اللي هي دفعه التابلت. دفعه التابلت دخلت غيرت اللائحه معاها. ايوه احنا كنا قبل الدفعه دي كانت اعدادي هندسه الزقازيق كل المواد بتكمل زي ثانويه عامه. يعني زي ثانويه عامه بتبدا الماده من اول السنه تمتحنها في اخر السنه، ما عدا كام ماده بالظبط بيبداوا بتمتحنهم في الترم الاول، هم ماده او مادتين بالعدد يعني. فانت الترم التاني ده اتلغى بقى، فانت كل المواد بتاعتك اتلغت، كل حاجه اتلغت، الدنيا وقفت. انت مش خلاص انت اتعلقت بكم ماده امتحنتهم في الترم الاول، وهم اعتمدوا الدرجات بناء على المادتين دول. يعني المادتين اللي انت دخلتهم وجبت فيهم درجات وحشه جدا، انت اصلا مش عارف انت نجحت فيهم ازاي. اعتمدوا درجه السنه بالكامل، اعدادي هندسه 1500 درجه يعني اعتمدوهم في مادتين ولا حاجه ب 100 درجه ولا 200 درجه. فده طبعا بقى ايه؟ اثر عليك بقى في ايه؟ لو انت بقى كنت حابب تدخل قسم معين، حابب مش عارف ايه، الدنيا بقى ايه؟ اتدمرت خالص. انت دلوقتي كنت ماشي في مسار تاني اصلا غير هندسه، الدنيا فيه ما ظبطتش، جيت تكمل في هندسه برضو الدنيا بتعك، انت مش عارف حتى تدخل القسم اللي انت حابب ان شاء الله تدخله. فبتلاقي بقى الدرجات ايه؟ ما ساعدتش الواحد خالص في السنه دي ان هو يعني ايه؟ يبدا يكمل بعد كده يعني يفكر حتى في الاوبشنز بتاعت الاقسام. يعني هو الواحد ما كانش قدامه اوبشنز الاقسام قد كده بسبب الدرجات. بس طبعا كان ايامنا بقى كهرباء وميكانيكا ومش عارف ايه ومدني، وكان يعني الاقسام كانت اللي كان منتشر وقتها كان كهرباء وميكانيكا. يعني كانت كهرباء وميكانيكا من الاقسام اللي مسمعه جدا. فانا بالنسبه لي كنت عايز ادخل كهرباء بصراحه شديده، كنت كنت لسه عايز بسألك ادخل السؤال كهرباء. ده انت داخل ميكانيكا انتاج عن اقتناع ولا المجموع؟ لا انا بصراحه شديده كنت اتمنى كهرباء. يعني انا لو باختياري انا كنت كاتب كهرباء رغبه اولى، ولكن طبعا بسبب اللخبطه اللي حصلت في اول سنه دي انا ما كنتش اصلا يعني ما كانش في حاجه محسوبه خالص. انت كل حاجه جت من عند ربنا كده. السنه خلصت، الاقسام بتتحدد، الاقسام بتتحدد بناء على درجتك في ماده، انت متخيل؟ عبس. ماده واحده يعني هي اللي حددت القسم بتاعك. فطبعا انا بالنسبه لي كان الاوبشن التاني هو ميكانيكا. ف يعني قلت بقى خلاص انا ميكانيكا بالنسبه لي انا ما كنتش عارف عنها حاجه طبعا، وبس شايف ان في يعني هوجه كده على ميكانيكا، مش هوجه يعني، شايف ان هي يعني هي الأوبشن التاني بعد يعني هي سكند تشويس بالظبط بعد كهرباء. فدخلت ميكانيكا. طب سؤال دراماتيكي كده في النص، انا عارف انه سؤال مش واقعي بس يعني ستيل بيسالوه، هل لو رجع بيك الزمن هتدخل ميكانيكا ولا تدخل كهرباء؟ بص ما قدره الله يعني افضل حاجه بصراحه. انت مش يعني مهما تقعد تحسب ليها، اللي ربنا بيختاره ليك يعني الدنيا هتلف كده هتدخل يعني هيجي جواك يقين كده ان ده كان احسن اختيار. فلا يعني اللي ربنا قدره ده احسن حاجه ودي بصراحه. نصيحه بصراحه بحب اقولها للطلبه اللي بتدخل اقسام غصب عنها او مجموعها ما بيجيبش القسم اللي هي عايزاه، ان اختيار ربنا بيبقى دايما في محله. وعلى الاقل لو انت يعني حاول تحبب نفسك في القسم، حاول تعمل حاجات كتير جدا اثناء الاربع سنين التخصص تحب القسم اكتر، لان ده اختيار ربنا وده واقع مش هتعرف تهرب منه وخلاص. فانت مفيش اوبشن انك تحب الا انك تحب القسم اللي انت فيه. بس كمل. بالظبط كده. فانت بقى خلاص قعدت، انت دخلت ميكانيكا، جالك التنسيق ان انت ان شاء الله هتدخل ميكانيكا، وخلاص انت بقى انت خارج من اعدادي هندسه دي حرفيا نفسيا انت مفيش يعني، كنت ماشي في مسار تاني
وامالك كلها فيه ورايح بطاقتك كلها فيه، وللاسف ما حصلش نصيب. وبعد كده دخلت ثانويه اسف دخلت اعدادي هندسه، الدنيا برضو ما ساعدتكش خالص، جت كورونا بقى يعني عطلت كل حاجه. حلم الكهرباء ما وصلتلوش اصلا. يعني انت ربنا ما قدركش، يعني ما كتبلكش دي ولا دي، فخلاص انت رحت ميكانيكا. ده بقى امر واقع. قعدت بقى مع نفسي كده، حسبتها مع نفسي، انت يعني ايه الاوبشنز اللي قدامك دلوقتي؟ هو مفيش غير ان انت تجتهد بقى في ميكانيكا. خلاص انت ربنا قدر لك ان انت تدخل القسم ده، يبقى تحاول على قد ما تقدر تجتهد فيه وتسعى فيه وتروح وتيجي يعني على قد ما تقدر. انا بقى بدأت اولى ميكانيكا دي كنت شخص تاني خالص بقى. انا اعدادي هندسه دي حرفيا انا كنت متدمر، يعني حرفيا كنت خارج منها اللي هو انت المفروض طالع من ثانويه عامه جايب مجموع حلو جدا، ويعني المفروض بقى انت حققت اللي محد يعني بالنسبه للمجتمع وبالنسبه يعني المعايير للمعايير المجتمع. المجتمع، انت جبت حاجه كويسه، فخلاص انت الدنيا هتتفتح لك بقى وبتاع. بس حرفيا انت بتاخد قلم في التاني في التالت فبتتصدم بقى. حرفيا يعني بتاخد صدمه كده اللي هو ايه ده. يا ريتني ما جبت المجموع ده. ودي من مميزات هندسه اللي الناس كده جدا بتشوف عيوب، ان هندسه اسوأ الظروف بتعلمك ازاي تتأقلم معاها. يعني انت لو جبت صفر دي مش نهايه العالم. فالموضوع ده في هندسه الناس يعني بعيد عن الكليات الطبيه ما شاء الله بيتخرجوا بامتيازات وحاجات تانية. احنا في هندسه هنا الموضوع بيبقى روتيني جدا عندنا، والموضوع عادي متداول بين الطلبه. موضوع المواد وكده، يعني من ضمن الحاجات بصراحه اللي كانت بتتقال لي برضو ان انت في هندسه مفيش بقى امتياز، مفيش الحاجات دي. انت في هندسه التقديرات كلها بتبقى وحشه، كله بيشيل مواد، تشيل المواد دي حاجه طبيعيه. الكلام ده بيأثر جدا جدا جدا، والكلام ده منتشر بصراحه ان هندسه من اصعب الكليات، هندسه اصعب كليه في مصر، مش عارف الكل بيشيل الكلام ده. طبعا سمعت الكلام ده، والكلام ده نفسيا اثر عليا، ويعني اكتشفت بعد كده اثر عليا كمان وانا مش واخد بالي. يعني انا افتكر ان كان في مثلا ماده في مواد اعدادي اللي هي كنا من امتحانات الترم الاول دي، الماده دي يعني انا كنت داخلها بسبب الكلام ده. انت حتى لو شلتها انت مهيأ نفسيا ان ده الطبيعي، ماشي بس ولكن ده مش الطبيعي بصراحه بقى. يعني استنى بقى. انا بصراحه عايز اوضح ان برضو ان الموضوع مش سهل. يعني في ناس كتير، انا شخص من الناس اللي انا بعترف ان انا باخد الجزء ده من هندسه، صعوبه هندسه، وبكومكس عليه كتير جدا في فيديوهات وفي بوستات. وبصراحه في ناس كده جدا بتدخل تقول لي من باب الطاقه السلبيه وكده، بس انا يا جدعان الفيديو او اللقطه دي بتبقى هزار، او انا بروز اللقطه دي في الفيديو وبتكلم عليها بهزار، فانا بتكلم بلسان الناس وبلسان المجتمع. بس برضو من الجانب الواقعي اكتر، ان عشان تشوف حد مميز في دفعته شوف نسبة وتناسب، شوف نسب الدفعة ونسب التناسب. هندسة بجد صعبة، من هندسة مش سهلة. انا معاك ان بص انا مؤمن ان كل الكليات صعبه، مش هندسه بس. طبعا كل كليه فيها الصعب وفيها السهل وفيها، يعني انت هتمسك مثلا كل ترم في هندسه هتلاقي في مواد صعبه، في مواد سهله، في مواد يعني شديده الصعوبه. يعني ومؤمن ان كل كليه فيها الصعب وفيها السهل. بس يعني النسب اللي موجوده في هندسه نسب نجاح ونسب الناس الشاطره. اعتقد انا مش عارف بصراحه ومش متاكد، بس اعتقد دي نفس النسب اللي موجوده في الكليات التانية. يمكن احنا عندنا في هندسه الدنيا اصعب شويه، لان بقى المواد عندنا بصراحه مش بتعتمد على حفظ بس. المواد عندنا هي مواد، يعني هي بروبلمز كلها. انت حرفيا عايش في بروبلمز، بتفكر يعني مش بتدخل حافظ حاجه بتروح جاي حاططها. فهي دي الصعوبه بتاعت هندسه، في ان انت يعني عايش كده جوه. انت عقلك شغال 24 ساعه، عقلك لازم يشتغل، لازم عشان تدخل الامتحان لازم عقلك يفضل شغال. مش زي يعني امتحانات ثانويه عامه مثلا، كان من ضمن سهولتها ان انت بتبقى يعني في النظام اللي هو بتاعنا، يعني كان من ضمن سهولتها ان انت اصلا من كتر ما انت بتبقى حالل الاسئله ومن كتر ما انت مذاكر، فبتلاقي اصلا بتدخل انت حافظ الاسئله، انت مش مضطر تفكر اصلا. وفي ثانوية عامة بيبقى في فريم، انت قعدت 12 شهر المدرسين بيحفظوه لك، انت بتحفظه تحل عليه. في فريم معين للاسئله، الاسئله مش هتخرج منه، فانت داخل وانت عارف الامتحان جوه هتلاقي فيه ايه. غير جدا امتحانات هندسه او بعض امتحانات هندسه، مش كل امتحانات هندسه. بالظبط كده يعني. بس فانت بقى يعني انا بقى خلاص قررت ان ان شاء الله
انا ما قداميش يعني ما فيش اوبشن تاني غير ان انت تحاول تجتهد بقى في الحاجه اللي ربنا قدرك ان انت تبقى موجود فيها. فانا دخلت ميكانيكا، وكانت اول سنه ليا. يعني من اول يوم انا ناوي بصراحه ان انا اذاكر واجتهد ويعني اعمل كل حاجه موجوده قدامي، استغل كل الفرص اللي موجوده قدامي، احاول اجتهد على قد ما اقدر في كل اوبشن موجود قدامي. يعني مثلا المحاضرات احضرها واذاكرها، مش عارف في بقى ان شاء الله بعد كده مش عارف في ستودنت اكتيفيتيز نحاول ندخل ونشارك ونتعلم في مش عارف ايفنتات وفي مثلا مش عارف معارض ومش عارف إيه، نروح وندوس في كورسات، نحاول ناخد كورسات. فهي بدأت بقى ايه كده، واحدة ورا التانية بقى. يعني أول سنة دي أنا كان هدفي كله إن أنا أذاكر بقى واعرف بقى النظام الجامعي. انت داخل بقى يعني اعدادي دي، انت ما عشتش بقى جو المحاضرات قوي، ما عشتش ان انت تقعد تذاكر من ورا الدكتور. من السيستم بتاع هندسه بيبقى يعني بتاع الجامعه عامه مختلف عن ثانويه عامه. فانت بتدخل الجامعه بقى بتتفاجئ بالنظام بقى. يعني بيبقى في دكتور عكس المدرس هناك. المدرس هناك بيشرح لك كل حاجه، بيدي لك كل حاجه مش عارف ايه. هنا بقى انت بتعيش مع نفسك الموضوع قائم يعني كليا على ان انت تبحث، آه، قائم يعني على السيلف ريسيرش. يعني انت بتعمل ريسيرش لوحدك. يعني انت بتاخد الماده تذاكرها، مفيش ليها ريسورسز، انت بتقعد تدور، مفيش ليها بتاع، بتقعد تجري ورا ده وتجري ورا ده، وتحاول تشوف المعيد ده عنده ورق، المعيد ده ما عندوش ورق، تبص على المرجع، مش عارف حاجات بتدخل في سكه انت اللي بتقعد تعتمد فيها على نفسك. فمختلفه خالص عن الثانويه العامه. فجت بقى يعني من اول سنه انا قلت ايه، انا قلت انا هعتمد ايه. انا مش يعني انا هنسى كل الكلام اللي سمعته عن هندسه، ان هندسه صعبه، هندسه التقدير فيها ما بيجيش بسهوله. الكلام اللي احنا كلنا بنبقى سامعينه قبل ما ندخل الكليه وبيبقى مأثر علينا نفسيا واحنا مش واخدين بالنا بصراحه. قلت انا هعمل حاجه واحده بس. قلت انا كنت بعمل ايه في ثانويه عامه؟ انا كنت بروح احضر، اذاكر واشوف ايه المطلوب مني بعمله. والله ده اللي انا عملته. رحت بقيت بحضر محاضرات، بذاكر اللي انا باخده، وابدا اشوف لو في اي حاجه محتاجه تتحل ببدا احلها. يعني ما بعملش اكتر من المطلوب. يعني هو انا بعمل النورمال. يعني مش اجتهاد زياده ولا قدرات زياده ولا. هو كل يعني هو توفيق من ربنا اولا يعني واخيرا. ويعني شويه بس ايه تركيز كده، وربنا بيسر لك كل امورك يعني. بس فخلاص انا قلت هلتزم باللي انا كنت بعمله طبيعي. باخد المحاضرة اذاكرها، تدخل الامتحان تلاقي الامتحان جاي من اللي انت بتذاكره طبيعي، لان الدكتور مش هيخترع يعني. فلقيت اول ترم في اول ترم في اولى ميكانيكا ده، انا تقريبا كنت الاول او التاني في الاول ترم ده. كنت الاول او التاني يعني كمجموع يعني. ده بعيدا عن التراكمي. طبعا التراكمي ضارب اصلا. التراكمي انت بسبب اعدادي. يعني اعدادي هي كانت درجاتها قليله، بس انت اصلا جايب درجه وحشه خالص. انت جايب درجه يعني انا كل ما ابص على الدرجه بتاعت اعدادي دي بستغرب ونجحوني ازاي. درجه سيئه جدا. نجحوني ازاي والله يعني نجحوني اللي هو يعني يلا عدي كده عديت في الزحمه كده. بعد الترم الاول بقى خلاص انت ايقنت، انت كده عرفت يعني انا بعد اول ترم ده عرفت كده خلاص يعني من اين تؤكل الكتف من ناحيه الناحيه الاكاديميه. عرفت ازاي اذاكر، عرفت ازاي اجيب درجات، عرفت ازاي استوعب الماده العلميه، ازاي افهم الماده العلميه. طبعا يعني كانت حاجه اساسيه بالنسبه لي ان انا افهم الماده العلميه، مش ان انا اجيب درجه وخلاص. يعني درجه وخلاص بالنسبه لي مش كانت التارجت. انا بالنسبه لي بصراحه كنت احب ان انا افهم الماده العلميه كويس. كنت بدخل اذاكر من قلب المرجع، يعني اقرا المرجع في المواد اللي هي يعني اتقل مواد في الكليه. كنت بدخل المراجع بتاعتها. بس طبعا ده مش طبيعي. لو انت حد حابب ينجح وحابب يجيب درجات، ده مش الطبيعي. يعني انت عادي ممكن تذاكر من ورا في حدود المحاضرات. المحاضرات بالظبط يعني. بس انا كنت بعمل كده بصراحه. بس دخلنا بقى خلاص، انت عرفت الدنيا استقرت من ناحيه الجامعه. انت كده في اول ترم ده فهمت السيستم بتاع الجامعه، عرفت تجيب درجات، عرفت تفهم الماده العلميه، عرفت الريسورسز بتيجي منين. كل حاجه ايه استقرت بالنسبه لك في اول ترم. حلو كده. دخلنا تاني ترم بقى. من تاني ترم بقى بدات ايه، انا خلاص انا الدنيا دي استقرت عندي، فهبدا بقى ايه ادخل حاجه تانية جنب دي. ايه اللي هيدخل معايا بقى؟ بدأ في تاني ترم ده
ادخل بقى student activities. دخلت من تاني ترم ده دخلت student activity عندنا في الكلية. كان متخصص يعني ليه علاقة هو كان تيم تكنيكال، كان ليه علاقة بالريسنج تيمز زي فاست. زي فاست ريسنج تيم. دخلته من تاني ترم وانا في اولى ميكانيكا. ده كانت البدايه. وطبعا ان بارل بقى مع ده انت بتحاول بقى تشوف السوفت ويرز بقى اللي هتفيدك لما تتخرج، مش عارف الكورسز اللي انت ان شاء الله محتاجها. طب قبل ما ننقل لمرحله السوفت وير، عايز اتكلم بس معاك في سؤال مهم او في نقطه مهمه. ازاي الانشطه الطلابيه فرقت معاك، او ازاي مراحل الانشطه الطلابيه كانت في حياتك، وازاي فرقت معاك في حياتك من الترم الثاني في سنه اولى لسنه ثانيه لثالثه لرابعه لحد التخرج، وانت كنت هيد تيم في سنه رابعه في التخرج وانا حضرت السيزون ده معاك. احكي لنا بقى عن الفلو بتاعك في الانشطه اكتيفيتي، وازاي ده فرق معاك في خلال بقى معرفتك في الكليه وعلاقاتك وكل حاجه بقى. بص، الأنشطة الطلابية يعني واحدة من الحاجات اللي عليها جدل كتير، اللي هتلاقي ناس بتقول لك ملهاش لازمة، ناس بتقول لك مهمة، ناس تانية تقول لك تضييع وقت. يعني بصراحة هي بالنسبة لي هي طبعا كل حاجة، يعني كل حاجة بالنسبة يعني هي بتعتمد على الشخص بيشوف الفرصة ازاي. انا بالنسبة لي الانشطة الطلابية كانت مفيدة جدا 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 جدا. يعني انا استفدت من الانشطة الطلابية كتير 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 بصراحة. يعني انا بقعد اتخيل لو انا كنت يعني اللي هو قاعد بس في الكليه ما بعملش حاجه تانية غير ان انا بروح الكليه واذاكر، لا يعني بصراحه كانت الانشطه الطلابيه فرقت جدا بصراحه. فرقت في ايه بقى؟ اولا انت يعني طبعا انت يعني بتتعرف على ناس جديده، عقلك بيشوف مداخل جديده، بيشوف حاجات كتير جدا عمرك ما كنت هتشوفها الا لو انت دخلت انشطه طلابيه. يعني انا افتكر اول مسابقه انا دخلتها، اول حاجه انا صنعتها بايدي، اول حاجه انا عملتها وصنعتها بايدي وجمعتها ودخلت مسابقه كانت في نشاط طلابي. دي حاجه علمتني، يعني انا كمهندس ميكانيكا احنا عندنا العمليه التصنيعيه دي بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا. احنا بنمسك الديزاين والمانيفاكتشرنج مثلا. فانا ان انا اعمل ديزاين واعمل مانيفاكتشرنج لحاجه وانا لسه طالب في تانية ميكانيكا مثلا ولا حاجه واصنعها واروح ادخل بيها في مسابقه وتتقيم وبتاع، البروسيس نفسها جميله جدا. انت بتستفاد كميه معلومات وكميه يعني حاجات يعني انت عمرك ما هتستفاد بيها وانت في الكليه. يعني انا العمليات التصنيعيه بتاعت مثلا يعني انا كنت مثلا الاول مسابقه دخلتها كانت مثلا بنعمل روبوتك ارم. الروبوت ارم دي انا اللي عملتها الديزاين، انا اللي صنعتها، انا اللي جمعتها. فانت البروسيس دي كلها عمرك ما هتشوفها الا في النشاط، يعني مش هتشوفها لما تروح تتحرك في اي حته. عمرك ما هتشوفها في الكليه، بس الكليه بس هتدي لك بس ايه هتدي لك نوليدج وهتدي الجزء لك الاكاديمي او الجزء العلمي اللي انت عايزه. بالظبط، هتدي لك شويه نوليدج واساس قوي جدا جدا جدا. يعني ده لا يعني احنا بنقول انشطه طلابيه مهمه، ولكن الجامعه احنا مش بنقول مهمه ولا مش مهمه، مش احنا اللي نقيمها اصلا. الجامعه الاكاديميك القسم الاكاديمي اللي انت فيه مش احنا اللي نقيمه. القسم الاكاديمي ده يعني حاجه اكبر مننا بكتير، محطوطه بقالها يعني اتحطت على مدار السنين وبتدرس في الام اي تي قبل ما تدرس هنا في هندسه الزقازيق. يعني نفس المحتوى العلمي اللي بيتدرس في الام اي تي بيتدرس هنا في هندسه الزقازيق. فدي ما فيش بس فيها مع نقاش. اختلاف اسلوب العرض واسلوب كل حاجه، مع مفيش اختلاف كل مشكله حاجه. بقى، ما طبيعي يعني طبيعي انت هناك بقى التكنولوجي مختلفه، الدنيا مختلفه، بس ستيل نفس المحتوى الاكاديمي. فانت ما تسمعش لحد بيقول لك برضو المحتوى الاكاديمي ده مش مهم. المحتوى الاكاديمي مهم، بيز قوي بتبني عليه جدا جدا ومش احنا اللي نقيمه، فاهم؟ يعني هو في الام اي تي بيتدرس والطلبه هناك بيطلعوا يعني احسن مهندسين على مستوى العالم، يعني من ماساتشوستس يعني. فنفس المحتوى اللي هناك هو اللي بيتدرس هنا. فانت ما يجيش واحد يقول لك المحتوى ده ملوش لازمه، ده مش صح خالص وضحك يعني بصراحه. يعني انت جاي بتهدم يعني مئات السنوات في لا شيء ازاي. فملخصا يعني الحته الاكاديميه اللي انت هتاخدها من الكليه النولج مهمه، والستودنت اكتيفيتيز لو وقتك يسمح تقدر تروح فيها روح فيها. يعني حاجه هتدي لك علاقات، هتدي لك شويه تكنيكاليتيز كده انت مش هتشوفها الا لما تدخل في الستودنت اكتيفيتيز.
هتتعامل بقى مع، هتشوف حاجات تانية غير اللي بتشوفها في هندسة بصراحة. ورجعنا بعد ما الاذان خلص وهنكمل حديثنا زي ما انهينا حديثنا بالانشطه الطلابيه. هنكمل دلوقتي حديثنا بمساعده الطلبه. ومعظم طلاب ميكانيكا هندسه الزقازيق عارفين قناه سوبر ميكانيكس، وعارفين هي ازاي فادت الطلبه كتير جدا خلال اخر سنتين، وازاي فرقت مع ناس كتير جدا في انها تنجح في مواد اصلا. فواحد من الناس اللي كانت بيز للقناه دي وهو باشمهندس احمد هجرس، فهو هيحكي لنا بقى التفاصيل وازاي الفكره وازاي تمت وكده. هو الفكرة كلها احنا كنا في تانية ميكانيكا. كنا بنحاول نشرح لزمايلنا عن طريق، احنا بدأنا طبعا نساعد بالورق زي الطبيعي، بس بدأنا بعد كده نشرح. تطور الموضوع ان احنا نشرح بالفيديوز، نسجل سكرين ريكوردنج كده ونشرح للطلبة كل حاجة. كنا بنختار مواد معينة، يعني أصعب مواد في الترم مثلا. وبدأنا من الترم التاني بتاع تانية ميكانيكا كنا بنرفع على درايف مثلا لمادة معينة، وكانت الطلبة بتشوفه، وكانت الدنيا يعني زمايلنا كانوا بيشوفوا، وكانت الدنيا زي الفل. الموضوع تطور بقى، قلنا نعمل قناة على اليوتيوب تبقى أسهل شوية، الرفع عليها بيبقى أسهل، المشاهدة عليها بتبقى أسهل بكتير، وحتى تبقى سورس، يعني هو السورس يبقى معروف كده للناس اللي جاية بعد كده. فمن هنا عملنا القناة واخترنا يعني اخترنا الاسم وعملنا القناة وبدأنا فيها. بكل اللي احنا عملناه بدل ما كنا بنسجل المواد ونحطها في الدرايف بقينا نحطها عليها. نمسك كل ترم كده، يعني كل ترم بقينا نقسم المواد. كان معايا مثلا أول ترم في تالتة إنتاج، ده احنا بقى فعليا المواد اللي عليها هتلاقي معظمها مواد تالتة قسم ورابعة. تصميم وإنتاج تالتة ورابعة. فبدأنا، كنا في أول ترم في تالتة إنتاج ده كان معايا أنا ومحمود متولي زميلي. بدأنا نعمل بقى إيه، مثلا هو ياخد مادتين وأنا آخد مادتين، أنا آخد مادة هو ياخد مثلا مادتين. كنا بنقسم المواد على بعض، بحيث إن إيه نغطي معظم المواد الصعبة اللي الطلبة مستصعبوها أو اللي زمايلنا مستصعبينها يعني. بس فهي بدأت كده والموضوع كمل بقى لحد ما وصل دلوقتي. أنا يعني اعتقد دلوقتي بقى الموضوع بقى مفيد، يعني بقيت بشوف طلبة في الكلية دلوقتي بتقول لي ان انا لسه سايب الفيديو بتاعك على القناة يعني. هي بصراحة هي خدمت السنين اللي بعدكم آخر سنتين ما شاء الله، هي خدمت الطلبة كتير جدا. فبصراحة يعني شكرا لمجهودكم بصراحة اللي فادنا جدا. بعد كده عايزين نتكلم عن الستيب بقى من تانية وتالتة ملخصا سريعا كده إيه اللي حصل فيهم، وهل بدأت تحب الكلية أصلا في تانية وفي تالتة ولا بدأت تحبها في أولى؟ انا بدأت احب الكلية من القسم بتاعي من اول سنة. هو انا بدأت يعني ابص على الفرص اللي موجودة فيه. يعني قسم الميكانيكا من الأقسام الكويسة جدا، قسم يعني محافظ على نفسه، قسم مش هتلاقيه منتشر قوي في الجامعات الخاصة، مش منتشر في المعاهد كتير. هتلاقيه في الجامعات الخاصة بس مش منتشر في المعاهد زي مثلا مدني وكهرباء. فهو قسم هتلاقيه ستيل محافظ على نفسه، ومعظم خريجينه دلوقتي بيشتغلوا الحمد لله يعني. هتلاقي انا دفعتي مفيش حد فيها خرج ما اشتغلش، كلهم خرجوا اشتغلوا يعني، وناس اشتغلوا في شركات كويسة يعني ما شاء الله. ف... فلا القسم فيه فرص كويسة، فبدأت أحب القسم من هنا بقى، من المنظور ده. القسم فيه مجالات كتير كويسة، فيه بيخدم على حاجات فيلدز كتير كويسة في السوق، في يعني داخل في الصناعة، في الطاقة، في الروبوتات، في التكييف، في كل حاجة. كل حاجة حرفيا. هو يعني أنا سمعت مرة مصطلح كده عن ميكانيكا دي عاملة زي الشجرة كده، هي انت كل ما بيظهر حاجة جديدة بيتفرع ليها فرع يعني ميكانيكا بيتفرع لها فرع في المجال الجديد ده. الروبوتات ظهرت، ميكانيكا ستيل موجودة بتخدم على الروبوتات، كل حاجة يعني. بس ندخل بقى في مرحلة تالتة ورابعة، ودول السنتين اللي أنت بدأت تشتغل فيهم فريلانس أكتر، وبدأت تبقى معروف في الوسط الهندسي على مستوى الزقازيق. وبعد كده الموضوع كبر أكتر وبقيت في مستوى الكليات اللي هي اسكندرية، اللي هي الكليات اللي هي عين شمس والقاهرة. الزوم بتاعتك كبرت جدا آخر فترة بسبب الفريلانس، فاشرح لنا كده ملخص سريع كده للستبس والمراحل بتاعتك في الفريلانس. بص، هو انا يعني كنت في تالتة ميكانيكا. زي ما قلت لك كنت بدأت أبص على السوفت ويرز المهمة من أول أولى ميكانيكا. من أول أولى وأنا مهتم بالسوفت ويرز اللي هتفيدني كمهندس ميكانيكا لما أتخرج. فمن ضمن السوفت ويرز دي كان يعني في سوفت ويرز مهمة جدا في السوق، فبدأت أتعلمها. حلو.
سنه في التانية لحد ما وصلت تالتة ميكانيكا. انا كنت وصلت الليفل كويس جدا في السوفت ويرز دي مثلا. فبدأ يطلب مني شغل، جالي الشغل صدفة خالص. انا مش ما كنتش محضر لحاجة ولا كان في دماغي اصلا موضوع اني اشتغل. انا بالصدفة واحد بيكلمني بيقول لي انا في واحد عايز يعمل حاجة معينة او مشروع معين محتاجك معاه. فانا اصلا يعني كنت قاعد بذاكر، يعني قاعد في نص الترم، انت يعني مش محضر نفسك نفسيا حتى. بس جالك بقى ايه خوف كده. الخوف ده هيجيلك، يعني انت لو جاتلك اي فرصه من الفرص دي الخوف ده هيجيلك، وهتحس ان المشروع ده وانت لسه طالب. يعني المشروع اللي كان جاي لي كان مشروع كبير وانا لسه طالب، كان يعني لو انت جاي تعمل ايه مشروع معايا. محطة الماء ولا مشروع ايه؟ اه انت جاي تعمل معايا ايه؟ يعني انا هفيدك بايه؟ بتقعد يعني نظرتك لنفسك بتستقل يعني باللي عندك شويه. ولكن انت لما بتدخل بتتعلم بقى، بتبدأ يعني انت بس تكسر بس الحاجز ده وتتوكل على الله، ربنا هييسر لك كل حاجة. النجاح هو قرار انت بتاخده في وقت معين، هو ده النجاح. النجاح بيبقى عباره عن قرار بتاخده في زوم معينه، انت قلقان فستيل انت خدت القرار ده، ستيل انت نجحت. ستيل انت ما خدتش القرار ده، في فرصه كبيره جدا ضاعت من ايدك. بالظبط كده. طب كملنا بقى المراحل بعد كده ازاي؟ بس دخلت في البروجكت ده. البروجكت ده بقى يعني ده كان البداية بقى، دي اللي كبرت الموضوع في دماغي. اصلا الموضوع ما كانش في دماغي اساسا، يعني ان انا اشتغل وانا يعني لسه ستيل بدرس. فمن هنا بقى بدأت القصة بقى. الموضوع بدأ مشروع يجيب التاني يجيب التالت لحد ما الدنيا فتحت كلها بالكونكشنز. لا اكثر ولا اقل. انا ما روحتش مثلا ويب سايت معين، مش هقول لك مثلا رحت ابورك او خمسات او لا، كلها من الكونكشنز. ومؤخرا بقى بدات ادخل على الويب سايتس، بس بدات بالكونكشنز هي اللي جابت لي شغل كتير جدا. وان بارل مع ده بقى انت كنت بتدرس وفي الانشطه الطلابيه وبتشتغل، فانت كل سنه بيزيد عليك حاجه بتتعلم منها اكتر، خبراتك بتزيد، علاقاتك بتزيد، بتعرف ناس اكتر ف الكونكشن والعلاقات في الكليه من اهم الحاجات اللي لازم تطلع بيها من الكليه، وما طلعتش بيها للاسف بتبقى شخص فاشل، ان انت طلعت صفر علاقات. ايوه انا عايز اقول لك اول شغل جالي فريلانس ده هي كانت من واحد اعرفه من الستودنت اكتيفيتي واكبر مني. يعني انا ما كنتش اعرفه الا لو دخلت الستودنت اكتيفيتي ده، مستحيل يعني. هو ما كانش يعرفك ولا يعرف ان محمد هجرس بتاع الحاجات دي او بتاع السوليد ورك او شغال على السوليد ورك الا لما انت دخلت السوليد اكتيفيتي وعرفتوا بعض. بالظبط. يعني هي الستودنت اكتيفيتيز بقى بتفيدك في الحته دي جدا يعني. وازاي اصلا السوشيال ميديا فرقت معاك كماركتنج لنفسك؟ السؤال ده ايوه. حاجه معلش ازاي ده؟ يعني عايز مثلا نقول ايه؟ مش عايز تقول حاجه، البوست اللي عملته بعد على لينكدين بعد ما اتخرجت، اه البوست اللي عملته على الفريلانس بعد اول $1000 خدتها. ايوه. انا مؤمن بصراحه ان السوشيال ميديا دلوقتي سلاح قوي جدا، يعني لو استخدمته صح. في ان انت يعني تماركت لنفسك. تعمل براندنج لنفسك، تتكلم عن نفسك، تقول اللي انت بتعمله. انا اذكر ان انا يعني قبل ما يجي لي البروجكت اللي انا اشتغلته بيد يعني اخدت فلوس عليه، انا كنت منزل عندي على الصفحه بتاعتي البروجكتس اللي انا بعملها. كنت بجتهد في ان انا اظهرها بشكل كويس. الشخص اللي يعرفني ده لما شاف الشغل ده بدأ بقى ايه، لما حد جاله بشغل انا اللي جيت على باله. انا ما كنتش حاجه على باله الا لما هو شافني في السوشيال ميديا، شافني ظهرت مره واثنين وثلاثه وبتكلم عن الحاجه بتاعتي. فالسوشيال ميديا مهمه جدا جدا. انا ان شاء الله بعد يعني انا لما اتخرجت رحت. انا كان يعني انت متخرج ما تعرفش يعني علاقاتك كتير وكل يعني تعرف ناس وكل حاجه، بس ستيل انت مش عارف تروح عايز تجيب فرصه كويسه، فرصه شغل كويسه. اول حاجه فكرت فيها ايه؟ انا هستغل لينكد ان. انا لينكد ان بالنسبه لي كنت مهتم بيه جدا، يعني كنت بشير عليه دايما، بتكلم عليه دايما، بعمل كل حاجه، بشير الشغل بتاعي عليه. فاول حاجه عملتها فكرت ابريزنت نفسي على لينكد ان بصوره كويسه، في بوست كويس. وده اللي من خلاله جاب لي اول شغل انا نزلته في شركه مالتي ناشونال، واحده من افضل الشركات في مصر. نزلت اشتغلت فيها من خلال بوست على لينكد ان.
فلا يعني السوشيال ميديا مهمة جدا 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 يعني. بس انا دلوقتي سؤال مهم، كتير جدا من الطلبه عايزه تعرف اجابته، وهو ازاي قدرت تحافظ انك تبقى الاول على دفعتك خلال ال4 سنين بتوع التخصص؟ زي ما قلت لك انت انا من اول ترم بقيت ستيبل جدا من حته الجامعه، وصلت الليفل ده انا يعني هو ده اللي انا بقيت محافظ عليه. فيعني انا حافظت على الليفل بتاعي ده، وبقى بالنسبه لي اسهل. يعني انت ترم عن التاني عن التالت بقيت بتفهم بتفهم النظام اكتر، بتعرف تستوعب الماده العلميه بطريقه اسهل، بتلاقي اصلا في كونسبتس كتير جدا بتتكرر عليك، فالدنيا بقت اسهل سنه عن التانيه. طب هل الامتياز سهل في هندسه؟ ممكن في أول سنة يبقى صعب، تاني سنة الدنيا بتبقى أسهل، تالت سنة أسهل بكتير. يعني طبيعي، يعني هو يعني زي أي حاجة. التقصير من الناس مش من الكليه؟ بص، هو في ناس هي قدرات بصراحة، بس انت مع شوية اجتهاد وشوية التزام هتجيب امتياز واحد بسهولة. مش عارف بالجيد انا معرفش بقى امتياز بتاع اللائحة الجديدة ده بيقولوا من من 60. من 90% يعني حاجة زي ايوه كده. احنا النجاح عندنا من 60%. لا احنا يا كان جدعان امتيازنا عندنا من 85. الوضع عندنا صعب جدا والله يا شباب، بس يا ستيل الواحد فرحان بالجيد اللي هو جايبها دي. عامة برضه سؤال مهم، انت راجل اخترت بسوق العمل، هل تقديرك بيفرق في سوق العمل؟ تقديرك بيفرق في سوق العمل؟ لا يعني بص، السؤال مش كده. طب قول لي السؤال الصح. الصح ايه؟ هو تقديرك ما بيفرقش في سوق العمل. انت وانس انك دخلت سوق العمل محدش يعني من العبث اصلا ان حد يقول لك تقديرك كام. بس تقديرك ده هو سطر في السي في بتاعك. السطر في السي في ده خليه كويس، عشان السطر ده اول حاجه هيتبص عليها. يعني دي اول حاجه هيتبص عليها هو السي في بتاعك، فده سطر في السي في. انت قدامك فرصه ان انت تحسن السطر ده، حسنه. ايه المشكله؟ يعني إيه اللي يمنعك يعني؟ ده حاجه هتدي انديكيشن كويس عنك لما تبقى قاعد في انترفيو كده وتقول ان انت كنت جايب امتياز ولا كنت من اوائل دفعتك. حاجه هتدي انديكيشن عنك كويس جدا، انت شخص مجتهد، شخص شاطر، شخص بتحاول يعني. ف هو ما بيعوقش عامة هو في سوق حلو، العمل، هيبقى اضافة بس حلوة جدا اضافة للسي كويسة في. جدا. سطر عندك في السي في يعني قدامك فرصة تحسنه، ليه ما تحسنوش يعني؟ ماشي. دلوقتي بنحاول نختم الحلقة، بس بنحاول ندي الناس أكتر جزء من النصايح، وهو ده برضو يعني لا ننسى إخواتنا اللي للأسف وقعوا في إعدادي، سواء بقى للأسف لا قدر الله شالوا مادة، شال مادتين للأسف عادي إعدادي أصلا. فيعني ديهم شوية نصايح أو قول لهم الوضع، نحاول نقول لهم إن الدنيا أسهل من كده بكتير. بص، اي تأخير، اي يعني حصل شلت مادة، تأجلت سنة، ايا كان، كل ده بالنسبة للسوق مش متشاف. يعني انت بتخرج من السوق. طبعا الناس اللي بتأجل كتير ده بيبقى واضح جدا. يعني لما بيجي حد في الشركة قعد في الكلية مثلا من 2000 ومش عارف 2013 لحد 2022، اصلا بيتبص له نظرة وحشة جدا. فانت حاول تبعد عن الزون دي. لكن اجلت سنة، مش عارف، نزلت في مادة، نزلت في مادتين، كلها امور بسيطة جدا، ما حدش اصلا بياخد باله منها ولا حد بيركز معاها. وانس انت حطيت رجلك في السوق 6 شهور انت بقيت راجل ذو خبره خلاص خلاص. خلاص خلاص، انت يعني محدش هيسألك على الكلية ولا حد هيسألك على اي حاجة. انت بعد كده اي بتتعامل. انترفيو في شركه تانية اصلا حوار الكليه ده بتلاقي انت شغلك لا السابق كنت فيه ايه بس. بالظبط، شغلك اللي فات كان فيه. موضوع الكلية ده موضوع يعني هو حاجة بينك وبين نفسك، انت بتجتهد على قد ما تقدر فانت تستفاد منها بس. بس كده، وفي اخر الفيديو ختاما ايه اهم نصيحه توجهها لاي طالب في اي قسم في هندسه على مستوى الجمهوريه؟ بص، النصيحة الوحيدة اللي يعني هتنفعك م- بشكل عام خالص، ان انت تبقى شخص ستريفر. يعني ايه؟ تبقى شخص بتجتهد على قد ما تقدر، شخص بتجاهد نفسك كده في كل الفرص، بتحاول تكاتش اي فرصة تظهر قدامك، بتحاول تسعى في كل اتجاه موجود قدامك عشان تطور من نفسك، تطور من حياتك، تطور من مستقبلك الهندسي او مستقبلك المهني، ايا كان يعني. بس اخر حاجه سريعه كده قبل ما نقفل، الجزئيه دي تبقى خاصه بالمهندسين ميكانيكا، وبالاخص ميكانيكا انتاج او ميكانيكا بشكل عام يعني. فباشمهندس محمد هكرس قال لنا على الكورسات اللي بيقدمها، وفي مفاجاه كده في الاخر هنقول عليها، بس نبدا اول بالكورسات. طيب، احنا عندنا في ميك اكسبرت اكاديمي منصه تعليميه متخصصه في تقديم محتوى تعليمي لطلاب مهندسين ميكانيكا.
الاول من نوعه في مصر والوطن العربي. بنقدم كورسز متعلقه بميكانيكا ان جنرال. عندنا كورسز الاساسيه خالص لمهندس ميكانيكا زي السوفت ويرز اللي بيحتاجها سوليد وركس، انسys، اوتوكاد. زي برضو عندنا تكنيكال فيلدز مهمه جدا لاي مهندس، سواء لاي مهندس ميكانيكا حابب يشتغل بسرعه جدا، زي الشيت ميتال مثلا. فالكورسز دي كلها متاحه عندنا ان شاء الله. لو حد حابب ياخدها ان شاء الله طبعا يستخدم البرومو كود بتاع في برومو كود خالد بيحاول هيديك خصم كام في المية؟ 60%. 60% على كل كورس منفصل على الباكج كلها؟ لا، 60% على كل كورس. على كل كورس منفصل. ايوه. تمام. فنحاول نستغل البرومو كود ده خلال الفترة دي علشان تجهز نفسك من دلوقتي بإذن الله للأجازة، لأن ده الوقت اللي المفروض تجهز فيه للأجازة، لأن دخلت رمضان، بعدها الميد تيرم، بعد كده الفاينل خلص. اللي قدم في تدريبات قدم، اللي قدم في كورسات قدم. اللي استغل الفترة دي في إن هو يقدم في تدريبات وكورسات هو اللي استغلها. فأنت حاول تستغل الفترة دي سواء في الكورس اللي بنتكلم فيه ده، أو أنت تبدأ تشوف تدريبات وكورسات تانية تقويك في مجالك بقى، أيا كان مجالك إيه. بس كده. كانت حلقة سريعة لطيفة، هنقصقص فيها كتير أنا عارف. سريعه جدا. هنقصقص فيها كتير علشان الكلام الكتير اللي كنا والجدالات اللي كنا بندخل فيها، بس ستيل الحلقة كويسة جدا، أنا مبسوط بيها ومبسوط الصراحة بالناتج اللي هيحصل بتاعها في الآخر. أتمنى الناس تكون اتبسطت واستفادت في الأول وفي الآخر، لأن الحلقة دي معمولة علشان الناس تستفيد. أتمنى أسمع رأيكم تحت، ولايك وكومنت وشير. وبس كده. انا بقول حاجه كده كل اخر فيديو ثابته يعني. بس كده. دمتم متفوقين وعلى درب نجاحنا سويا، وسلام. انت هتقول سلام، بس انا وانت نقول مع بعض سلام، ماشي؟ يعني اقول وسلام ولا سلام؟ هنقول سلام. انا بقول سلام كده. كده سلام. ماشي. بس كده. بس كده. وزي ما انتم متعودين معانا، دمتم متفوقين وعلى درب نجاحنا سويا. سلام. سلام.